إذا العثمانيون واجهوا، أنت ذكرت أمس، نعم. العثمانيون واجهوا الصفويين من جهة، ثم نعم. واجهوا المماليك من جهة، فسيطروا على مصر. نعم. وهذه يعني هذا الجو الذي يقول، أنا سمعت من بعض الباحثين المتسلقين على البحث في العثماني والذين لا يفهمون اللغة التركية، ومع الأسف من أخوتنا الفلسطينيين وما أكثر أقلامهم المأجورة، فهو يقول أن الدولة العثمانية كانت قادرة على حماية الأندلس. قلت له صحيح، لكن لماذا لا تقول عن أسيادك الصفويين الذين لا تنبس ببنت الشفة ضدهم؟ لماذا لا تتحدث عنهم؟ قال وماذا كان يفعل الصفويون؟ قلت ماذا يفعل الصفويون؟ يتجه السلطان القانوني ويصل إلى فيينا على أساس أن يكمل الطريق إلى الأندلس ويحررها، فإذا بالصفويين يضربون من الخلف ويتجهون باتجاه اسطنبول، فيضطر إلى العودة، وأكثر من مرة. فهناك 3 غزوات اتجهت باتجاه إيران في عهد سليمان القانوني، بينما 10 باتجاه أوروبا. ولذلك هذا الذي كان يفسد إنقاذ الأندلس حقيقة هو العمل الصفوي، ثم التواطؤ المملوكي فيما بعد أن ترفض قنصل غوري. هذه الأجواء، يعني نريد نحن للناس أن يعرفوا أن القضية هنا هي عبارة عن قضية تعامل ما بين أنظمة. أيضا هولاكو والتتار كانوا على تعاون مع البويبوية ضد الخلافة العباسية. تيمور لينج أيضا كان على تعامل مستمر مع البابوية ضد الدولة العثمانية.